السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جاتلكم في فيديو جديد. طيب النهارده ليله اخر امتحان في سنه اولى بايوتكنولوجي، وحقيقه انا متحمسه جدا. بعتذر عن اي دوشه حواليا، انا بجد متحمسه قوي ومش عارفه بصراحه، يعني لا عارفه انام ولا عارفه اذاكر ولا عارفه اعمل اي حاجه من كتر حماسي بجد والله. يعني انا بجد السنه دي خدت مني يعني مجهود كبير قوي، تعب كتير قوي، يعني تعب جسدي وتعب نفسي وكل حاجة فوق ما تتخيلوا بجد والله. فيعني حاسة ان السنة دي يعني متحمسة جدا لآخر بجد السنة. وان اخيرا خلاص احنا بنمتحن اخر امتحان في سنة اولى بايوتكنولوجي، فدي حاجة مخلياني متحمسة قوي. المهم النهاردة بما ان ليلة الامتحان بصراحة لسه والله ما خلصتش مذاكرة. يعني انا حرفيا انا ما ذاكرتش امبارح خالص. ذاكرت النهاردة على المغربية كده ولا حاجة. بدأت بقى ابتدي في المادة شوية، بما انها مادة برضو هي مش نوعا ما تقيلة قوي، بس محتاجة اللي هو التركيز في ان انت تبقى فاهم الحاجة عشان تعرف تربطها، عشان هي مادة بحث العلمي عندنا، فمحتاجة ان انا ابقى رابطة الدنيا ببعض وكده. المهم حاليا عايزه اعمل ايه؟ حاليا انا عايزه اقوم اجهز اللبس اللي انا هلبسه بكره، واجهز شنطتي واقول لكم انا واخده ايه معايا في الشنطه وكده. يعني ما فيش حاجه تانية هعملها حرفيا، وندخل بعدها ننام بقى. بس ما اعتقدش هنام دلوقتي، يعني لسه بدري قوي، مع ان العشاء اصلا قربت تاذن وحوالي الساعه 9:30. يعني اصلا المفروض يعني ان احنا ننام، بس انا مستحيل انام في الوقت ده، يعني دي حاجه مستحيله بجد. يعني بكتير قوي لو دخلت نمت على الساعه 2 3 كده. انا بجد متحمسه للفتره الجايه، وقد ايه هنعمل فيديوهات كتير قوي في الاجازه مفيده ان شاء الله ان شاء الله. فخلونا بقى نخلص اخر يوم على خير، فادعوني بالله عليكم. خلينا نطلع الطقم اللي انا هاخده. قررت ان انا البس طقم لونه اخضر، حرفيا هلبس فستان اخضر كله، وفي يمكن اصفر كده خفيف، درجات يعني من الاصفر، وعليه طرحه الخضراء، وهنا هيكون جاكيت جينز. اليوم يبقى لونه اخضر عشان بجد حرفيا انا تاني لون بحبه بعد الازرق هو الاخضر بجد. البس هنا الشنطة السوداء دي، وبما ان كمان فيها دي الذهبي فهتليق مع اللون الاصفر زي ما قلت لكم، فبجد هتبقى حلوة جدا. فعايزين نجهز الشنطة دلوقتي، يلا بينا. حرفيا دلوقتي دي الحاجات اللي انا هاخدها معايا في الشنطة، وفي طبعا هنا المقلمة بتاعت الامتحان، يعني عشان ادخل بيها الامتحان بيبقى فيها بس اقلامي وحاجتي اللي بحتاجها. وهنا حاطه المصحف معايا، بس يعني يعتبر بس ده اللي انا باخده معايا. طبعا هنا معايا محفظتي كمان اخدها وبس كده. فحرفيا واخده الشنطه الخفيفه دي عشان لايقه طبعا على الطقم، وكمان عشان ما يكونش معايا حاجات كتيره وكده، فاليوم يبقى هادي يعني وكده، بس كده. كانت موجودة هنا، كانت موجودة بقى بنادق في العربيات دي. على ايه؟ في العربيات دي بنت اختك عندها كام سنه؟ بجد حرفيا التنوع اللي احنا ماشيين بيه. بنتي ماما عجبها. ماما كانت لا بس بجد يا شهد والله بقولك ماما مهتمه اكتر مني. حط على وشك حاجه ماشي عشان المنظر. احنا هنجيب فستان بتاع فرح شهر. دي مشكلة يعني، مش احنا الناس. طبعا هو طبعا تدخلوا ليه؟ عشان مشاهم بابي وماما كده، عشان في حفلة. المشكلة ان ناكل كده. شو 2 هنطلب 2. انا مش بتكلم على البيتزا، بتكلم على ماشي ده ماشي، بس الاول شوفي نختار انهي واحده. ايه يعني ناكل ايه؟ افتحي يا حبيبتي معايا.
ده فيديو بقى ده صغير عشان تبعتلي. حلو قوي يا جماعه. انا اي حاجه ستيتش بتعجبني. وانا اسمع، انا مش فاكره اسامي الصوره النهارده. ايه؟ اقسم بالله صورت على الفاضي. صح، صورت على الفاضي. باقي سلام، رجعت لكم تاني. كان يوم بجد جميل جدا بعيد عن الامتحان، كان يعني نوعا ما حلو. انا مبسوطه ان انا اخيرا خلصت. فالنهارده اليوم كان حلو قوي. قضيت يوم بجد جميل جدا مع صحابي، اتفسحنا وضحكنا السلبيه اللي كانت موجوده طول السنه. فالحمد لله ان احنا خلصنا السنه دي على خير، وان شاء الله السنين الجايه تبقى احسن. ادعوا لي بقى النتيجه تبقى حلوه. الفيديو النهارده على كده عشان بجد انا تعبانه جدا. كل اللي هقوم اعمله اني اعمل السكين كير بتاعي واصلي وانام على طول. الفيديو الجاي ان شاء الله، بس ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتكتبوا تحت في الكومنتس اي فيديوهات انتوا حابين ان انا اعملها الفتره الجايه. واستنوا كمان المفاجآت اللي جايه في الفيديوهات. ان شاء الله هعمل لكم حاجات كتيره حلوه ومفيده، فاستنوني الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.